موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في كأس السوبر المصري والقناة الناقلة والمعلق والتشكيل المتوقع. في البداية متابعينا الكرام ما تنسوش دعمونا بلايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. يفتح ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة أبوابه لاحتضان مباراة الأهلي وبيراميدز والتي تقام في إطار كأس السوبر المصري 2023. وكان من المفترض أن تجمع المباراة بين الزمالك والأهلي، غير أن النادي الأبيض فضل الاعتذار لخلافات كثيرة مع الاتحاد المصري لكرة القدم. وبدلا من الفارس الأبيض سيشارك النادي الذي احتل المركز الثاني في الدوري المصري العام الماضي وسيسعى للصقر بلا شك من الأهلي. المارد الأحمر حقق لقب كأس مصر منذ شهر بالتغلب على بيراميدز، لذلك فكتيبة البرتغالي جيمي باتشيكو لديها الكثير لتلعب من أجل هذا اللقاء. تجدر الإشارة إلى أن بيراميدز لم يحقق أي لقب حتى الآن في مسيرته، مما يمثل دافعا إضافيا لهم أمام كتيبة المدرب مارسيل كولر. أما عن موعد المباراة، تقام مباراة الأهلي وبيراميدز مساء اليوم الجمعة الموافق 5 مايو 2023، وسيقام اللقاء على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة بمدينة أبو ظبي. وستنطلق الصافرة بداية المباراة في تمام الساعة 5:30 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، 6:30 بتوقيت فلسطين والأردن وسوريا والسودان ولبنان وليبيا، 7:30 بتوقيت مصر السعودية والعراق والكويت وقطر والبحرين واليمن، 8:30 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان. أما عن القناة الناقلة للمباراة، يمكنك متابعة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر المصري من خلال قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة، كما ستنقل المباراة أيضا عبر قناة اون تايم سبورت HD التي يأتي من خلالها كل أحداث الرياضة المصرية. مع معلق المباراة، هناك أكثر من خيار للاستمتاع بمباراة الأهلي وبيراميدز، فقناة أبو ظبي الرياضية ستوفر معلقين على مجريات السوبر المصري. الأول هو المعلق المصري الشهير عصام عبده، والخيار الآخر سيكون المعلق الإماراتي الشهير عامر عبد الله. وعبر اون تايم سبورت يمكنك متابعة المباراة بالصوت المعتاد في القمم المصرية، هو المعلق الشهير مدحت شلبي. أما عن تشكيل الفريقين، التشكيل المتوقع للأهلي أمام بيراميدز، من المتوقع أن يبدأ السويسري مارسيل كولر المباراة بالتشكيل التالي: في حراسة المرمى محمد الشناوي، في خط الدفاع علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني، في خط الوسط حمدي فتحي، اليو ديانج، مروان عطية، في خط الهجوم بيرسي تاو، محمود كهرباء، حسين الشحاتة. أما عن التشكيل المتوقع لبيراميدز، المتوقع أن يبدأ بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي: في حراسة المرمى أحمد الشناوي، في خط الدفاع محمد حمدي، أحمد فتحي، علي جبر، محمد الشيبي، في خط الوسط بلاتي توريه، وليد الكارتي، أحمد توفيق، في خط الهجوم رمضان صبحي، فخري لقاي، مصطفى فتحي. متابعينا الكرام، نحن في انتظار النتيجة. توقعاتكم عن المباراة في التعليقات، ولا تنسوا الإجابة بالفيديو والاشتراك بالقناة.